هل سيتم تحديد موعد زفاف فريد وديار في أسرع وقت؟ وماذا سيفعل هاليس كورهان بفريد؟ هاليس يغضب من فريد ويقرر أنه حان الوقت لتحديد موعد زفافه من ديار، لأن اختياره يجب أن يتحمل عواقبه. سمعة عائلة كورهان على المحك، ولا يجب أن تسوء بسبب أخطاء فريد الذي عاند العائلة برغبته في الزواج من ديار بينما قلبه ما زال مع سيران. هل سيتحقق حلم سيران في الهروب من ماضيها؟ وما هي القرارات الصعبة التي سيتخذها فريد في ظل هذه المشاعر المتشابكة؟ كل شيء أصبح على المحك والمفاجآت تتوالى. أول حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد عن المسلسل. بعد الظلم الذي تعرضت له سيران من سنان وعائلة كورهان، تقرر الابتعاد والسفر حتى يتمكن فريد من العيش حياته والزواج من ديار وتتخلى عن حبها. لكن فريد لن يتركها بسهولة، حيث يلاحقها في اللحظة الأخيرة. هاليس كورهان عارف إنه الأمور خرجت عن السيطرة، يبدأ يحس بضغط الوضع. هو عاوز يحمي سمعته وسمعة عائلته، لكنه يعرف إنه حبه لفريد كبير جداً ويجب عليه أن يكون حكيماً. من ناحية أخرى، كما ذكرنا في تحليلاتنا السابقة، تواجه سيران وفريد صعوبة في التعامل مع مشاعرهما. ستحاول سيران الهروب مرة أخرى، وهذه المرة قد تخطط للسفر إلى الخارج لتبتعد عن فريد تماماً. أحد التوقعات والتسريبات هو أن سيران ستسعى للمغادرة من المطار. على الرغم من أن الصور المتعلقة بهذا المشهد لم تظهر بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى ذلك. ستحاول سيران تقديم تضحية أخرى لحماية فريد، وستطرق باب ديار قبل مغادرتها لتطلب منها إعطاء فريد فرصة أخرى، مؤكدة أنها لا تريد أن يفسد زفافه بسبب خطأها. ستفاجأ ديار كثيرا من هذا الطلب، وهنا يبدأ التوتر الحقيقي. فريد اللي معاه مشاعر متضاربة يحاول يواجه مشاعره تجاه سيران وديار في نفس الوقت. هو عارف إن ديار تستحق كل حاجة حلوة، بس قلبه دايما متعلق بسيران اللي دايما بتحاول تبعد عنه عشان تحميه. بينما سيران بتخطط للسفر، مش قادرة تنسى الأيام الجميلة اللي قضتها مع فريد وكل لحظة كانت فيها معاه. قرارها بالابتعاد مش سهل، لكن هي مقتنعة إنه الحل الوحيد عشان فريد يعيش حياته. سيران هتكون في قلب الصراع، مش بس بسبب مشاعرها تجاه فريد، لكن كمان بسبب التهديد اللي بيمثله سنان. هي هتحاول تحافظ على نفسها، لكن في نفس الوقت هتكون مشاعرها تجاه فريد مستمرة في التأثير على قراراتها. وكمان عودة هاليس آغا للقصر هتفتح مواجهة قوية مع عابدين اللي بقاله كتير مستني اللحظة دي عشان يحاسبه. لكن المواجهة دي هتخلي الأمور تتعقد أكتر، ومع اقتراب موعد الزفاف كل شيء حيتغير. هل حتكون سيران قادرة على الابتعاد؟ وهل فريد حيقدر يتجاوز حبه لسيران ويتقبل زواجه من ديار؟ الأسئلة دي هتكون موجودة حتى اللحظة الأخيرة، وحتكون الإجابات مع كل حدث جديد. وفي اللحظة اللي سيران تقرر تترك فيها القصر، فريد يحس إنه مش ممكن يستغنى عنها. يركض وراها في المطار، وصوت قلبه بيقوله إنه لازم يقاتل عشان الحب الحقيقي. توقعات الجمهور مرتفعة، والكل منتظر يعرف إيه اللي هيحصل. هل فريد هيوقف سيران من مغادرتها؟ وهل هاليس كورهان هيسمح لفريد بالعودة لحياته السابقة؟ شاركوني آراءكم وتوقعاتكم في كومنتس، ولا تنسوا تدعموه بلايك والاشتراك.